أهلا بكم في وصفتنا الذهبية. اليوم سنحضر ذهب الرمال، كبكيك الطمينة بالسميد المحمص وزبدة الفستق الحلبي. وصفة تجمع بين الأصالة والحداثة في قالب واحد. لنبدأ بتحضير المكونات. نحتاج إلى كوبين من السميد المتوسط، كوب من الزبدة غير المملحة، 3/4 الكوب من العسل الطبيعي، ربع كوب من زبدة الفستق الحلبي الناعمة، نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، ورشة ملح. أولاً، نقوم بتحميص السميد. في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي كوبين من السميد. حمصي السميد مع التحريك المستمر حتى يصبح ذهبياً فاتحاً ورائحته زكية. انتبهي لعدم حرقه. بعد ذلك، في قدر صغير على نار هادئة، ذوبي كوباً من الزبدة غير المملحة حتى تذوب تماماً. لا تدعيها تغلي أو تحترق. الآن، أضيفي الزبدة المذابة إلى السميد المحمص. اخلطي جيداً حتى يتجانس الخليط. أضيفي 3/4 الكوب من العسل، ربع كوب من زبدة الفستق الحلبي، نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ورشة ملح. اخلطي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات تماماً ويصبح الخليط ناعماً ولامعاً. بطني قوالب الكب كيك بورق الكب كيك. املئي كل قالب بخليط الطمينة حتى 3/4 القالب. زيني الكب كيك بالفستق الحلبي المجروش، اللوز المقطع، والورد المجفف لإضافة لمسة جمالية. ضعي كب كيك الطمينة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى يتماسك. قدمي كب كيك الطمينة بارداً واستمتعي بمذاق الحلوى الجزائرية الأصيلة بلمسة عصرية. لا تنسوا مشاركة هذه الوصفة مع أصدقائكم.